اهلين اهلين يا حلوين. الناس اللي بتكلم نفسها في الشارع، الناس اللي بنمشي في الشارع نلاقيهم بيتكلموا نفسهم. الناس دي يا جماعة والله مش مجانين ولا متخلفين عقليا ولا اي حاجة، دي ناس محترمة جدا، لكن عندهم كبت مشاعر نتيجة ايذاء الناس اللي يعني الناس اذتهم نفسيا في مواقف معينة، تنمروا عليهم، استهزأوا بيهم، ضايقوهم، قالوا لهم كلام مش عارفين يردوا عليهم. فبالتالي بيقعدوا يسترجعوا الموقف تاني مرة واتنين وتلاتة، ويسترجعوا بقى ان هم ايه، يبتدوا بقى يشوفوا الرد المناسب للموقف ده، ويبتدوا يتعاملوا معاهم في خيالهم ان هم بيردوا عليهم ردود المفروض كانوا هم يردوها في اثناء حدوث الموقف. الناس دي شخصيات حساسة جدا، تمام، عندها مؤدبة جدا، متربية جدا، تمام، ما بتقدرش انها ترد في اثناء الموقف ما بيحصل، فبتعمل حاجة اسمها كبت المشاعر جواها نتيجة لهذه المواقف. طيب ايه الحل؟ احنا دلوقتي قلنا المشكلة، ايه بقى الحل؟ الحل ثلاث حاجات، يعني حل المشكلة دي في ثلاث حاجات. ازاي اقدر اواجه الناس دي وارد عليهم؟ في ثلاث حاجات. طبعا الحاجة الاولى اللي هي اهم حاجة هنخليها للاخر عشان هنستفيد في الكلام فيها شوية. الحاجة التانية ان هي تجنب الناس دي. انا يعني الاشكال دي، انا سوري ان انا بقول عليهم اشكال بس هم فعلا اشكال. تجنب هذه الاشكال من الناس، تمام، تجنبهم تماما، ملناش دعوه بيهم. يعني في ناس هتيجي تقول لي طب احنا دلوقتي بنقطع الارحام، انت كده بتأمرينا ان احنا نقطع الارحام، وربنا سبحانه وتعالى امر بصله الرحم. قال لكم يا جماعه احنا مش هنقطع الارحام ولا حاجه، احنا هنتعامل في حدود المطلوب، في حدود يعني في اقل حدود. ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق بين الرجل والمرأة، يعني الرجل ومراته هيتطلقوا فبعد العشرة والحب والمودة والرحمة وكل الحاجة. فمعقولة ربنا سبحانه وتعالى مش هيشرع صلة الرحم ان احنا نخليها في حدود؟ اكيد لا طبعا، اكيد لا طبعا. فنتعامل معاهم ازاي؟ في المناسبات نهنيهم، نعزيهم، لو تعبانين نزورهم، بس ما نحتكش بيهم، ما نقولش اي كلام، ما نروحش بقى نزورهم عمال على البطال، ما نروحش نزورهم، لا، يبقى ما نقطعش رحمنا بيه معاهم، وفي نفس الوقت احنا ما نخليهاش بقى يعني سداح مداح، لا، نخلي يعني حتى لو رحنا المكان ده وتواجدنا مع الناس دي نحاول نتجنب ونقلل الكلام معاهم بأقل كلام، لان فعلا والله العظيم الكلمة يا جماعة بتموت، بتأذي نفسيا جدا، زي ما التعوير او الجرح بيأذي جسدك، الكلمة كمان بتأذيكي نفسيا. الجرح بيبقى له علاج ودواء، لكن الجرح النفس صعب، بياخد يعني الجرح العادي بياخد شهور او ايام، الجرح النفس بياخد ممكن يقعد سنين، يعني كلمة تأذيكي سنين طويلة، تمام. طيب الحاجة الثالثة ان انت تقوي شخصيتك، تمام، تبتدي تقوي شخصيتك، تقرأي في علم النفس ازاي تردي على الاشكال اللي زي دي، تسمعي قنوات يوتيوب، في دكاترة مهمين جدا بيقولوا بيتكلموا ازاي تتعاملي مع الناس، تمام. بتقرأي في علم النفس جيدا، بتقوي نفسك، بتطلعي من القرآن الكريم آيات اللي بتحسك على ازاي تتعاملي مع الناس دي، والعين بالعين والسن بالسن يعني تقوي شخصيتك في الردود. ما تغلطيش طبعا، مش بقولك ان انت هتبقي زيهم تغلطي وتقلي ادبك، لا خالص، انت هتقوي بس شخصيتك وخلاص، تعرفي تردي في المواقف، او ايه، تباني ان انت ما تبرري لهمش اي حاجه، ما تقعديش تبرري لهم وتقولي لهم انا ببرر لكم، وانا معلش اصل انا والله ما رحتش المناسبه الفلانيه، اصل انا كنت تعبانه. لا، ما تبرريش، براحتك، انت حره، تمام. ما تبرريش، انت توقفيهم عند حدهم بالاساليب. بعد كده ان شاء الله هنقول ايه الكلمات اللي احنا المفروض نتكلم معاهم فيها او نتكلم فيها في فيديو تاني ان شاء الله، ازاي ان احنا نرد عليهم بقى، ايه الحاجات اللي احنا هتبقى نرد عليهم، وتبقى استنباط معينه عندنا ان احنا نرد على الاشكال اللي زي دي. الحاجه الثالثه بقى اللي انا كنت بقول لك انها مهمه، الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، ودي اهم حاجه. يعني طبعا ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، تمام. لازم ايه، احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونصلي وندعي دايما ربنا يصبرنا، وربنا دايما يرد كده الناس دي في نحرها، وزي ما بتأذينا يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وخلاص، يعني مش هندعي عليهم طبعا،
لكن ربنا سبحانه وتعالى يكون جنبنا وسندنا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى عشان نقدر نتغلب على الناس دي المؤذية اللي بتأذينا، بتأذي نفسنا، بتخلي انت نفسك مش قادرة تمارسي حياتك اليومية بسبب الضغوطات النفسية اللي عليكي. نرفق بعض شوية يا جماعة رحمة بينا. والله الحياة قاسية بما فيه الكفاية، والمشاكل الناس قاسية بما فيه الكفاية، والظروف الاجتماعية والمادية قاسية بما فيه الكفاية. مش كمان انتوا هتبقوا يعني سايبين حياتكم مشاكلكم وجايين تقرفونا في عيشتنا. فاحنا لازم يا جماعة يعني نرحم بعض شوية، نتعامل بأخلاق سيدنا النبي، ونتعامل بالإنسانيات، ونرحم بعضنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم على الطريقة اللي احنا نتكلم فيها مع الناس اللي زي دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.